كل وصفة بنعملها بقول لكم دايما اقفلوا المسام بمكعبات النضارة اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات. كتير بقى بيدخل يسألني ويقول لي ايه هي مكعبات النضارة. الفيديو ده هنقول ايه هي مكعبات النضارة وهتتعمل ازاي وهنستخدمها امتى وهنستخدمها مع بعض. مكعبات النضارة نضارة وتفتيح البشرة ونقفل بيها المسام ونستخدمها بعد كل وصفاتنا. يعني لازم تحفظي الفيديو ده عشان تقدري تستخدميها بعد كل وصفة طبيعية، وتكون عندك بدل ما ترجعي تقوليلي يعني ايه مكعبات النضارة. الكل بقى يحفظ الفيديو ويخليه عنده علشان اكيد هتحتاجيه. يلا بينا على الوصفة. هنجيب الطبق الفخار الحلو بتاعنا وهنحط فيه حوالي كوباية من الحليب. الحليب السائل، مش عايزة حليب مجفف في الوصفة دي. هتضيفي بقى عليه معلقة من دقيق الرز، بس انا ضفت هنا النشا الاول عشان عايزة ادوبها كويس، ولو في حاجات ما دابتش معاكي مش مشكلة، ما تشغليش بالك. وبعدين هنضيف معلقة من دقيق الرز بعد النشا وهندوبهم كويس جدا جدا مع بعض. وزي ما قلت لك التكتلات مفيش منها مشكلة. هتجيبي معلقة من بذور الكتان وتغليها على النار لغايه ما توصلي للقوام اللي انتي هتشوفيه كده معايا دلوقتي. ومش مشكله لو البذور لازقه في بعضها لان دي مكعبات تلج، انا عايزه الجل مع البذور مع كل حاجه. وهتضيفي كمان عليهم معلقه من جل الصبار، وده مهم جدا. قلبي بقى كل المكونات الجميله دي مع بعض، وممكن تضيفي معلقه من العسل برضو، مفيش منها اي مشكله خالص. يعني انت ممكن تحطي الحاجه اللي تريحك وبتحبها بشرتك. ممكن تحطي معلقه من الجليسرين، بس انا ما ضفتش العسل والجليسرين. دي بقى بذور الكتان، شايفين لازقه في بعض ازاي؟ انا بقى هبتدي افكها بايديا عادي جدا، لان انا في الاخر هعمل مكعبات. المكعبات دي بقى يا بنات بتدي كده تفتيح واشراقه للبشره وبتقفل المسام. يعني جلسات الديرمابين والحاجات اللي بتخلي البشره مساماتها مقفوله، المكعبات دي لو استمرتي عليها بجد غير النضاره اللي هتديها لك. هتجيبي بقى القوالب اللي بتحطي فيها التلج في الفريزر، كل ده انا بحاول افك ميه. بس انا زي ما بعمل كده انتي حاولي برضو تطبقي نفس الطريقه. هتجيبي بقى المكعبات كده قوالب التلج كده، وهتبتدي توزعي الوصفه بتاعتك كلها بالتساوي في كل مكان فاضي في القوالب دي، وهتطلعي بيها هوب على الفريزر وهتسيبيها لغايه ما تجمد معاكي تماما تماما. وبعدين تبداي تستخدميها، سواء عملتي ماسك او وصفه طبيعيه او ما عملتيش مش مشكله. يعني المكعبات دي بنقفل بيها المسام وبنستخدمها كماسك كمان. رهيبة يا بنات، ودلوقتي هنجربها مع بعض، بس اول ما تجمد هجربها معاكم وقدامكم عملي علشان تشوفوا النتيجة بنفسكم. طبعا انا وعدتكم ان احنا هنجربها سوا. خلاص كده جمدت وبقت بالمنظر ده. طبعا انا ما مليتش كل القوالب بتاعه التلج. بنطلع بقى كده قالب. بصوا بقى اهو يا بنات. هنبتدي بقى نعمل ايه بالمكان اللي بيكون فيه بذور الكتان ده. بتبتدي تمرري كده على كامل البشرة اهو. بتمرري على كامل البشرة تحت العين بقى، ما تسيبيش حاجة، ما تسيبيش. المكعب ده يعني افضلي مرري فيه كده على قد ما تقدري لغاية ما تحسي انك انتي قرب يخلص معاكي او قرب يسيح معاكي. حاجه كده رائعه رائعه. العين كده بقى بعد ما خلاص غسلت البشره اهو. تمام، جميله جدا جدا. لازم لازم تجربوها. بصوا البشره بتكون مشدوده ورديه صافيه نضره، جربوها. بعد الفيديو ده كلنا عرفنا ايه هي مكعبات النضارة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم النهاردة، ولازم تكون مكعب النضارة ده عندك وموجود في كل بيت. يلا قومي نفذيه واكتبي لي في الكومنتات لو عندكم اي سؤال او اي استفسار. بحبكم جدا جدا وهتوحشوني. للفيديو الجديد، مع السلامة.